الصوت يلا عندي في بسم كذا. الله الرحمن الرحيم. قولوا لي ايه الاخبار، قولوا لي عملتوا ايه، اخبار دوائر التأثير ايه، اخبار ورشة ماله؟ الروائد يعني قولوا لي. حد حابب يتكلم ولا ايه يا جماعة؟ مرام، مرام هل تسمعني؟ طيب شيماء هل تسمعني؟ طب ايه يا جماعة، هو في حد سامعني ولا انا بنده عليكم انتوا مش موجودين ولا ايه؟ سامعيني يا تمني، سامعيني يا منى؟ انتوا سامعيني يا جماعة؟ انتوا سامعيني يا شباب؟ يا بنات، حد سمع أسماء؟ هي بعضة تقول حد سمعني. هي اسماء اصلا مش موجوده معانا، يعني هي اسماء في الليست قدامنا مش موجوده. بعتلها ان هي مش داخلة اصلا. احسن تكون فاتحه بس هي في حته تانية. هي كده اسماء دخلت اعتقد. كده اسماء دخلت؟ امال انا كنت قاعدة بتكلم اهو. ليه وانتوا قاعدين تردوا على لا ما بعض كنتش هنا يا سمسم، لا. وتقول لها اسماء مش انت موجودة معانا. امال مين؟ روحي اللي كانت حاضرة معاكم كنت بسمعكم روحي كانت بتتكلموا. بترفرف، روحي كانت بترفرف. حبايبي كنت والله فاتحة يا بنت الكاميرا. ما كناش شايفينك خالص، معلش. طب كده، طب كده. ده لا كده عسلية تمام، قمرية. شايفين آه. صوت وصوره والدنيا زي الفل. طيب الحمد لله ما بيسجل اهو كمان اهو، الحمد لله. طيب يا مسهل، ايه الاخبار؟ الحمد لله يا سمسم، تسلمي يا بطيتي. يلا قولوا لي والله حسيتوا تعمل ايه؟ بايه، فرق معاكم ايه لما كتبتوا دوائر تأثير وشفتوها؟ مين؟ تعالوا ناخدكم واحد واحد كده. مرام، واخبار ورشة دوائر الروائيين التأثير. تأثيرها عليكي ايه؟ الدنيا نيلة سودة الحمد لله. لا الروقان زي الفل الحمد لله. انت الحمد لله. فصلنا من الزمن شوية كده ومن الحياة اللي احنا فيها. بالنسبة لي كانت حاجة جديدة الصراحة، فالموضوع كان لطيف. حلو. مم. لكن دوائر التأثير لأ، يعني الواحد رجع لحاجات قديمة قوي وحاجات ديب جدا كده مع الأهل واللي حواليه والشغل والحاجات. نشوف بقى الدنيا مخبطة في ايه بعد كده. حلو. بس بقى عندك وعي بإيه الحاجات، في حاجات اكتشفتي إن هي كانت مؤثرة فيكي وأنت مش واخدة بالك؟ مش عايزة أعرف الحاجات بس يعني هل ده حصل؟ مش ع... مش عارفة، مش واخدة بالي ولا لأ، بس في حاجات كتير أنا واخدة بالي إنها مؤثرة يعني. أوكي. بس مش حاسة حاجة جديدة دي، ما متهيألي لأ، ما وصلتش لكده. أوكي. بس بقيتي واعية بمدى التأثير؟ أو يعني نعم. فهمتي؟ بقيتي واعية بمدى التأثير يعني فهمتي التأثير إيه؟
نسبيا عارفة ان انا في حاجات ملمسة في مشاكل معينة. انا دي ديفكت معين جاي من علاقتي بحد مثلا من اهلي. لا، واضحة يعني. اوكي ماشي. هنعمل النهارده شوية حاجات لطيفة كده. ماشي. شكرا يا مروة. منى. مين؟ مين؟ منى نعم. قولي لي اخبار الدايت والله يا التأثير بنتي. معاكي ايه؟ وبصي، مش انا ما اعرفش عنها حاجه. ماليش دعوه. انا ماليش دعوه. مش يعني فاهمة. بصي، يعني خليني اقول لطيفه زي ما ما انت لطيفة على طول، ايه المشكلة في كده؟ ما انا بسأل اخبار الواجب ايه، انا لا مالي. يا حبيبتي، لسانة اللطيفه هي اللطيفه. لطيفه زياده عن اللزوم، ده كده مش تخليكي فاهمة. يعني عديها. عديها ما تساليش. يعني ما تساليش. بالنسبه للورشه، لا الورشه صراحه يا اختي كانت زي الفل، جميله حلوه قطه. بس الواجب لا، ما لا، مش حلو خالص خالص. بصي، لا. والله انا لو افهم والله العظيم هتفاعل، بس انا مش فاهمة. مش حلو يعني انت عملتيه وحسيت ان الواجب صعب، ولا ما عملتوش ما اصلا؟ انا عملته بعتهولك، وكان حاجه يعني. الحمد لله، خلينا نقول الحمد لله. الحمد لله على الحلو وعلى الوحش وكله الحمد لله. ما فيش عديه مشكلة. عديها اسم والله ما كان الواجب ما تبعتوش، بس بصراحة انا قلت الواجب ده ما تبعتوش لان احنا هنشتغل عليه النهارده. انا بسأل، هل بدأتي تفهمي ان في حاجات بتعمليها او في حاجات في شخصيتك ناتجة عن دوائر تأثير معينة ملهاش علاقة بيكي؟ اه دي انا فاهماها والحمد لله. بس الفكره بقى ان انت تستدعي بقى يعني عارفه اللي هو تفكري في الموضوع ده. لا، وحش 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 خالص. وحش خالص. اللي هو الحمد لله على كل حاجه. طيب عندنا الأخت شيماء. الروقان ولا السيشن اللي فاتت؟ الاثنين. لا، الروقان كان عادي جدا بالنسبة لي، كان لطيف، كان خفيف. آه كان حلو يعني. الواجب بقى، أنا لما جيت أعمله كنت في الأول قاعدة أقول لا أنا مش واخدة حاجة من حد، ومش عارفة أنا أصلا بتكلم مع مين الناس دول. فقعدت شوية وقت كده، حبة حلوين، بدأت أركز، بقيت عرفت أجاوب عليه من الحاجات اللي بعملها. مثلا أجي أعمل حاجة أفتكر شبه مين، أنا عايزين مين، بقيت أركز أكتر في الحاجات اللي أنا بعملها في يومي. فطلعت شوية حاجات لطيفة حلوة. بس ما حسيتش ان انا، يعني ما حسيتش، او لسه مش عارفه، ممكن اكون بعد كده هتحصل حاجه هفهم ايه المغزى مش من مهم، التدريب مش يعني. عايزة تحليل دلوقتي، احنا دلوقتي بنلاحظ بس. بس فلازم هطلعت شويه حاجات وخلاص، يعني ما عملتش حاجه اكتر من كده. ما كنتش الاول شايفه وما كنتش الاول عارفه. فلما شويه قعدت بقيت اركز في اليوم، طلعت. حلو جدا. طيب شكرا يا شوش. تمام. فعلا شفتكم أصلا المرة اللي فاتت، ومبسوطة إني بشوفكم تاني دلوقتي. ازيك يا أسماء؟ أنا بالنسبة لي ورشة الروقان كانت لطيفة خفيفة ظريفة. كان فيها فنفنة كده ولعب وبهجة. متعودة عليهم معاكي في الورشة. آم، إنما بالنسبة لل... للسيشن بتاعت المرة اللي فاتت، والله آم، أنا انا مش عارفه، بس ما حسيتش ان انا قادره اركز فيها قوي. لكن انا من شغلي على نفسي من قبل الورشه دي، وانا عارفه ان في شويه حاجات
اما اشتغلت في المحاضرة اللي فاتت ان انا اسمعها، لان للاسف ما ما عنديش الوقت الكافي اني كنت اقعد يعني اتابعها كلها واعمل الواجب. بس انا لما خلصتها كنت لاقيه فعلا انا عندي، يعني انا في حاجات كتير واخداها، لكن انا مكتشفه ان انا مش واخده بس سلوكيات او تصرفات، انا واخده مشاعر. مشاعر مثلا ماما تجاه بابا انا واخداها، ودي اثرت عليا في حياتي كتير جدا، و... و... واثرت على علاقتي بزوجي. آه، بس الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. اكيد يعني اكيد احنا في دنيا احسن دلوقتي، فده شيء لطيف جدا. انما الواجب بصراحة انا ما لحقتش اعمله، لكن على حسب ما اتذكر كان علاقتي مع بابا من الطفولة لحد دلوقتي، ودي كانت بسم الله ما شاء الله، يعني ما يعلم بيها الا ربنا. يعني مش احسن حاجة، لكن انا يعني واعية بيها، مدركة يعني مدركاها. مش شايفة ان هي كانت احسن حاجة، ومش شايفة انها كانت اسوأ حاجة. يعني هي صعبة، لكن الحمد لله. يعني علاقتي بماما طبعا انا مدركة جدا ان علاقتي بماما يمكن اسوأ من آه الحمد لله ان انا قادرة اتفهم دلوقتي تفكيرها هي وادراكها هي. والحمد لله التأثيرات بتاعتهم آم، مع شغل الواحد على نفسه وإدراكه ووعيه للي بيحصل حواليه ولنفسه اختلف، وبقى تأثيره أقل الحمد لله. وإن كان لسه مستمر، لكن أقل الحمد لله. الحمد لله. ماشي، حلو. طيب، حد عايز يسألني حاجة قبل ما نبتدي؟ مم. مم. طب يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم كلكم ورقة وقلم صح؟ معاكم. ما تخنقونيش وافتحوا الكاميرات. انتوا قافلين الكاميرات ليه؟ يعني الناس اللي انتوا ليه كلكم قافلين الكاميرات؟ سؤال مهم. انتوا ليه كلكم قافلين الكاميرات؟ انا هقعد اتكلم في نفسي. لا يا حبيبتي مش هتكلمي في نفسك، بس حقك عليا مش عارفة افتح هو الكاميرا النت معاك. بيقطع ولا عندي انا اللي بيقطع؟ هو تملي بتتكلم كان بيقطع شوية فافتكرت ان عندي. طب انا وانا بتكلم النت بيقطع ولا انتوا؟ لا انت كده زي الفل تمام. طيب، حد بقى يفتح الكاميرا بدل ما انا قاعده اكلم نفسي. يا بنات ربنا يخليكم حد يفتح الكاميرا، لان انا يعني والله لولا انه بيسجل اني كنت هفتحها، بس مش عارفة النهاردة. تلاقيهم بس يا اسماء بس بيحضروا نفسهم عشان يفتحوا الكاميرا. معلش معلش ثواني سامعك ثواني هفتح حبيبتي. لك ثواني.
طب ابتدي يا اسماء الأقل لغايه لما حد يفتح الكاميرا. معلش معلش يا سمسم. مش بعرف اكلم نفسي يا ولاد، لازم اكون بكلم حد. حقك عليا يا بطتي، والله ما عارفه افتحها النهارده. لا مش قصدي، بس انا مش فعلا مش بعرف اكلم نفسي. يعني لازم حد يبقى بكلمه عشان اعرف اشرح له. شخصية تفاعلية، ما بعرفش اكلم نفسي. لازم حد يبقى فاتح الكاميرا عشان اعرف اشرح. انا في مشكله ولا هو كله سامعين صوت مقطع؟ نتفق يا فندم، دقيقتين بس وهبقى هو معاكي يا أسماء. مفرفرين بس يعني. بتقولي ايه؟ مين اللي بيتكلم؟ مرام بتتكلم. بتقولي يا مرام؟ الصوت مقطع عندي انا بس. صوت معسير الفقر ده لو سمحت كده. هو انتوا سامعين الصوت طيب؟ اه انا الصوت عندي تمام. طيب الصوت عندك يا شيماء. طيب بصوا يا جماعة، أنا يعني هنعديها النهاردة كده، هنشتغل من غير تمام درس ماشي. باعتبار كده. بس يعني بعد كده هخليه شرط من الشروط إن إحنا نبقى فاتحين الكاميرا، يعني اللي يقدر يبقى فاتح الكاميرا، لأن أنا مش هعرف أكلم كده بصراحة. يعني كده ما بقاش كده بالنسبة لي مش مريح. يعني فكرة إن أنا أقعد أكلم في نفسي دي بالنسبة لي مش مريحة. أهلا يا مرام، عشان شكرا واحد ليك. مفرفر من الحر بس شوية، بس تأمري انا يا ستي. عارفه والله. انا مش عايزه، انا لو يعني انا لو فتحت لك صوت المروحه اللي جنبي بيعمل فانتوا مش هتسمعوا، فانا قافله المروحه وفاتحه بس مروحه السقف، فلكم ان تتخيلوا المأساة اللي انا فيها. يعني نعيش مع بعض مأساة عليا مع بعض. خلاص. بس اظن حاضر. انت عارفه انا بعمل فيهم كده في مجلس التدبر برضه، لما باجي اشتغل اقول لهم حد يفتح الكاميرا عشان اعرف اتكلم. ما فكرتش ايوه اتكلم. انا بعمل كده في معاكي. الشيخ نفسه، اقول له لو سمحت يا فندم تقعد تهز راسك وانا بتكلم، ما تسيبنيش اقعد اتكلم وأتكلم كده. فانا يعني بعمل لا، فيهم شيخ احمد برضو بيحب الموضوع ده، تتفاعل. شخصيات تفاعليه يا جماعه، نعمل ايه في نفسنا؟ طيب ورقه وقلم يا هانم، ورقه كده زي دي. هترسمي نفسك، بلاش ترسمي نفسك، خلي نفسك في الاخر. شفتي دوائر التأثير اللي انت كتبتيها؟ شفتي البني ادمين اللي انت كتبتيهم كلهم؟ هنعتبر ان البني ادمين دول كلهم في صوره. حلو الكلام. هترسميهم في الصورة وهترسمي نفسك. طبعا احنا مش مطلوب منك تبقي بكسر ان شاء الله تعملي اللي هي العصايتين والراس دول، بس تبقي عارفة طبعا دول مين، وتاخدي بالك من المسافات. يعني انا هبقى قريبة من ماما، هبقى قريبة من بابا، هبقى بعيدة في وسط في اللوحة الماشية لوحدي، هبقى مكونهم كلهم هنا. بابا هيبقى بعيد عن ماما، أبوه هيبقى بعيد عن خالته وخالته. الشخصيات بقى اللي انت رسمتيها كده ترسمي مع مراعاة المسافات. اللي أنا بقوله مفهوم؟ شيماء منى 8، اللي أنا بقوله مفهوم؟ تقريبا اه كل الناس ولا بيتهيألي مش باقي الا انا إيه؟ وانتي ومنى ولا إيه؟ في حد مشي تقريبا. عموما انا هي فهمت شيماء تمام. عمالة تدخل وتخرج، النت عندها مش مستقر. اوكي تمام، ماشي. فهمتوا؟ فهمتوا؟ اه شيماء فتحت هي، الحمد لله، الحمد لله على السلامة يا شوشو. معلش يا سمسم، ممكن تقولي بس تاني مختصر بسرعة وانا هقول طبعا، هحاول. هقول طبعا. وكمان فتح بتاعه، الحمد لله، الحمد لله على السلامة. دلوقتي احنا كتبنا في المرة اللي فاتت دوايا خلاص ويا يا خلاص. كتبنا في، انت زهقتي ليه؟ ده كنت انا مبسوطة. بيحضن ويبص الأول، ده يحضن عمر. ويبص، ياخد فرصته الأول. ده عمر. ده بوسهولي يا بطتي يا تمني، حبيبي. ربنا يحميه يا رب. ما بتحبش تبوسه يا اختي يريد تاخد منه حاجة. لانها ما بتحبش البوس عامه.
معلش خلاص زي بيبوس ابنك، معلش. بضمير قوي بصراحة، بيبوس بضمير قوي، هو مش بيبوس عادي، ده هو بيشطط. يا ربي. طيب هنكتب دوائر التأثير هنا. احنا دوائر التأثير اوريدي كتبناها خلاص، تمام. هنرسم البني ادمين اللي موجودين في دوائر التأثير. طبعا مش مطلوب بكسره، ده مطلوب براسه وعصايتين، بس نبقى فاهمين ان ده فلان، ده بابا، ده ماما، ده خالته، ده عمته، ده المدرس، ده ابن الجيران، اي حاجه. حلو الكلام. هنرسمهم في الصوره، ولكن نراعي ابعاد الصوره. يعني الصوره دي انا موجود فيها، انا موجود فيها فين؟ موجود بعيد في الصورة لوحدي، موجود جنب ماما، موجود جنب بابا، موجود جنبهم بس بعيد عنهم، موجود جنبهم بس في حضنهم. الناس دي نفسها موجودة في الصورة ازاي؟ موجودة في الصورة جنب بعض، بابا واقف جنب ماما، ولا ماما واقفة لوحدها، ولا بابا واقفة في خمسية كده مع ذات نفسكم. وطلعوا روح الفنان اللي جواه، بصوا على دوائر التأثير وارسموا انا الصورة رسمت دي. خلاص. شاطر. الصورة دي مهمة، مهمة، ما نكروتش. الصورة دي مهمة، ما نكروتش. يلا حبيبي اعملها قبل ما اعمل انا كمان. معلش عشان افهم تاني، الصورة دي بنرسم كل الدوائر بتاعتنا حوالينا، بس بنراعي فيها مسافة القرب او البعد، سواء مننا احنا او هم بينهم وبين بعض. تمام، ايوه اوكي. حصل. اي بالظبط. حاجة تانية تحبي تقوليها؟ لا مثلا خدي شعر بالك طويل بس قصير بايد، ولا وراعي ايه. يعني مهم انتبه لايدي، بايده طويلة، دماغه لا معوجة، لا، الحاجات دي ولا عادي؟ الرسمة مهمة، ما تكروتيهاش يعني مش هم دول هم، يلا وخلينا نخلص عشان اسماء خلصت. الرسمة مهمة فما اه، تكروتيهاش، خدي بالك من المسافات. والرسمة مهمة، تمام. خدي بالك من وضعك تجاههم. يعني شوفي انت في اخر الصورة، في اول الصورة، واقفة لوحدك مالكيش دعوة بيهم، لا واقفة معاهم، لا واقفة معاهم بس بعيد. خدي بالك من هم نفسهم جنب بعض ازاي. يعني ماما واقفة جنب بابا، ولا بابا بعيد، انا قريب من بابا ولا قريب من ماما، انا مش قريب من الاثنين والاثنين بعاد عن بعض، وهكذا. اوكي، ماشي. تمام. يعني اعملوا بقى قبل ما اعمل انا كمان. بصوا لو عايزين تعملوا زيي، انا جيت في اخر الصورة من تحت كده قمت راسمة الشخصيات، يعني بابا، ماما، اخويا، مش اختي. شايفين السمسم. انا عارفة انكم مش شايفين، انا بقول لكم بس الموضوع. يعني جيت من تحت كده قمت رسمة صغننين، بني ادمين صغننين اللي هم في دوائر التأثير عشان افتكرهم، وبعد كده هسكنهم في اللوحة الكبيرة فوق. يعني ادي خاله، تيتا، كده فاهمين. وبعدين اقوم مطلعاهم بقى في اللوحة الكبيرة فوق. ممكن لو في شرير في يعني
حد اثر علينا بس بالشر ممكن نرسمه بشكل واحد. يعني انتوا طبعا لو شفتوا السجلات اللي انا عاملاها مش عارفه واضحه عندكم ولا لا، عشان بس ما تفتكروش ان انتوا بترسموا. بصوا يعني الصورة مش حضرتك واضحة عباره فاحنا مش عن شايفينها. حضرتك عباره عن شخبطه، اوكي. عشان تفتكروا يعني ان انا ما شاء الله بس قاعده بكسف الفن قاعد عمال يعمل. ماما. نعم يا ماما. هو انا صوتي عالي؟ انتوا مش مسافرين يا تمانية ولا انتوا في البيت؟ يعني هنمشي بعد بكرة الصبح بدري، فجرية. اوكي. فاكراكم مسافرين اصلا. لا لا، ان شاء الله الاسبوع الجاي هنبقى معاكم من نحدثكم من قلب الحدث من المصيف، وربنا يستر. هو بكرة المرة ايه، ناخد كشكول معانا ولا يعني هتبقى نظري بس؟ عشان لو عملي ربنا يستر. والمرة الجاية آخر 4 في الشهر ولا لسه الأربع اللي بعد؟ هنشوف يعني ما بعدش عشان الجاية هتبقى 30 يا اسماء. اللي جاية 30. اخر والمرة الجاية المرة الجاية العمل. المرة الجاية العمل بتاعت اه اهيانا شهرين. اهيانا مالك؟ المرة اهيانا الجاية العمل ربنا بتاع يستر. شهرين. طب ما ينفعش يا بيه اللي وجه الله كده صدقة وزكاة عن صحتك تخليها مظبوط؟ خليها يعني ايه ليه ما اللي هي المرة تنفعش الجاية بنظري؟ بنقعد نتكلم فيها. المرة الجاية ما بنشتغلش، المرة الجاية بنتكلم بس، نشوف ده ايه اللي ه- حصل، ايه اللي جرى، ده حصل له ايه، ده جرى له ايه. هنتكلم بس يعني مش محتاجة اخد الكشكول معايا؟ لا مفيش ورقة المرة ومفيش الجاية، قلم؟ المرة الجاية انتوا اللي بتتكلموا، انا
بعملش حاجه. المره الجايه انتوا بقى بتتكلموا وبتشوفوا احنا عملنا ايه في الشهرين اللي فاتوا، اثر علينا في ايه، عمل ايه، سوى ايه طب ما كده هو في يعني. انا ايه، دلوقتي ما هعمل ورشه نجرب. الروقان وانا قاعده. دلوقتي ايه هعمل ورشه الروقان وانا قاعده، هرقص وانا قاعده. حاجة. اه يلا. على فكره انا بفكر ان الورشه الجايه اللي هي السبت الجاي لا اللي بعده تبقى روقان برضو، وبعدين ندخل في الساكت. اللي عايز برضو يجي تاني الروقان، هو اللي حضروا معايا قبل كده روقان عارفين ان احنا ما بنكررش يعني. مش هي ورشه روقان بنقعد نكرر فيها. هي اسمها انا روقان. جايه، وايوه قصدك السبت ما انا الجاي ده اللي هو واحنا مسافرين انا يعني؟ جايه من اولها اهو، انا جايه. هم عارفين ان رمضان. هي 2/8 يا سمسم. هتبقى 2 في الحمد الشهر لله يا بنات. تقريبا. الحمد لله رب السبت العالمين الجاي انا لا، يومي اللي بعديه 2 اشتغلت في الشهر. لغايه النهارده السايكو ما دراما امتى؟ كررتش. احنا كلنا ولا لسه بنتكلم في صوت بعض. محددتش؟ احنا كلنا بنتكلم في صوت بعض. مين السؤال؟ السبت الجاي لا اللي بعده اللي هو انا ما اعرفش كام في الشهر. 2/8. اوكي السايكو خلاص. دراما بقى حددتيها ولا لسه؟ السايكو دراما اللي بعدها السبت اللي بعده. انتوا سامعيني كويس؟ عشان انا حاسه ان في ان شاء الله يعني. انا سامعه كويس. طيب عشان هم الصوت عندهم بيرفع. طيب خلينا ما علينا يعني. هنشوف انا رايي التأثير العجيبة دي. السايكودراما ان شاء الله يوم 14 كمان. السايكودراما يوم 14 كمان. امم يلا مين الدنيا واقفة. انت سامعاني وانا كويس؟ وانا انا زي الفل عندي. طيب تمام كمل انا تبدأين. سامعه كويس، تمام الدنيا زي الفل عندي. طيب تمام سامعني؟ انا تمام اصورها لك. لا لا انا هقول لكم تعملوا ايه دلوقتي. خلصتي يعني؟ خلصتي يا منى انت؟ اه اه خلاص. انا خلصت خلاص. تمام ثواني يا شيماء؟ عمر. خلصت. تمام ايوه حبيبتي خلصت. انت مش سامعني؟ ماشي. النبي انا يعني لا انا انا سامعاكي سامعك، بس مش سامعك يا شوشو. كده تمام. تمام. مرام؟ خلصت. تمام. طيب خلاص يا تمانية، لو عايزة تقفلي انت الكاميرا عشان ما تبقيش متضايقة اقفليها. مش متضايقه خلاص من لو عايزة. الكاميرا. ما عنديش مشكله مع الناس كلها بتشوفني وانا بتباس يا جماعه، انا ما عنديش مشكله. بس هي مشكلتي الرئيسيه ان انا ببقى عايزه اركز مش بعرف. يا حبيبي اقعد انزل. ربنا يعينك يا رب ويقويك يا حبيبي. ربنا يعينك ويقويك يا رب. طيب خلينا نبتدي بمرام. بصي يا مرام. مرام معايا؟ مرام هربت؟ ربنا يستر. مرام؟ ايوه انا معاكي، سامعاني؟ سامعاكي يا فندم. بصي هتعتبري ان احنا لا قدر الله لا قدر الله كائنات كفيفة. تمام؟ ارجع انت معاكي 4 كفف. بعد الشر. حاضر. خلاص؟ ادي السؤال وهتوصف لنا الصورة اللي معاكي. احنا مش عايزين نشوفها، احنا عايزينها تبص. اه. ماشي ماشي ماشي.
سهله. انا مش عارفه انت ليه مرة من يوم ما عرفتيني وانت مقلقه مني، مع ان انا ما عملتش لغايه دلوقتي ما عملتش حاجه قسما بالله. انا لغايه دلوقتي ماشيه معاكم هتعملي ايه بالهاديه بعد كده؟ زي ما انت ماشيه بالهادي، بس احنا اللي خايفين. انا خايفه. انا يا اسماء يا الشر حبيبتي، عني انت بالخير. انت ما عملتيش حاجه. ماما انت ما عملتيش احنا حاجه، اللي انت عملنا. بتعملي وانت مش واخده بالك. اسكتي. ايوه يلا يا انا بنتي، يلا يا بنتي، قولي لي، جاوبي. ههدي اكتر من كده ايه؟ انا ماشيه بالهاديه زبادي على الاخر، على الاخر يعني. اعمل ايه تاني؟ يا انا حبيبتي، ماشيه احنا سحلفه حضرتك مسحوله سطح معاك. ملتهب. يا اسماء احنا سطح ملتهب، طيب فانت عشان تعدي عليه فلازم يعني تعدي بالراحه يا ماما. طب ما هو بعمل ايه حاجه بالراحه اكتر من تلوشك كده؟ ولا لسه بالراحه أكتر من كده. يا مريم، يا مرمون، اوصف طب لنا بقى. احنا نص هنوصف من غير ما ساعه نقول ما مين؟ نعرفش حاجه. بقول لك هنوصف من غير ما نقول اشخاص يعني، ولا نعمل ايه؟ اللي انت عايزاه، عايزه تقولي اشخاص، عايزه تقولي مثلا ماما واقفه في الناحيه الفلانيه، بابا براحتك. عايزه تقولي في حد واحده واقفه في الناحيه الفلانيه وواحد واقف في الناحيه الفلانيه، ماشي. يعني ده ما يعني كده كده ده لا يعني ده ماشي، بالنسبه لنا احنا بنتوسط. اتفضل. فهمت قصدك. ماشي. هو في انا تحت، وفي حد مادد ايده جامد ليا وعلى نفس اللاين يعني، وفي حد تاني مادد ايده برضو، بس احنا الاتنين في النص يعني الايد في نفس المسافة، مش حد ماشي. مادد قوي يعني. واللي في نفس المسافة ده مادد ايده قوي للشخص الاولاني. حلو. في حد تاني على اليمين مادد ايده للشخص اللي هو الاصلي في الاسرة اللي تحت دي، بيساعد يعني. فوق بقى نطلع ليفلين 3 كده، في ناس كده واقفة على لاين واحد، في حد منهم بيحتاج مساعدة أحيانا وبيمشي، والناس دي تقريبا في 3 تانيين. بعيد بقى خالص في 3 أشخاص تانيين كده بره الدايرة خالص، بعيد في أقصى اليسار. بس خلص. طيب تعالي انا عايزه افهم دلوقتي الناس اللي بعيد دول اه، مؤثرين في الشخص اللي في وسط الدايره اللي هو البطل بتاعنا. واجعين له دماغه شوية، مش واجعين له دماغه بفعل، بس واجعين له دماغه ان هما موجودين، يعني ان الناس دي موجودة، ففي نوع من انواع المسؤولية ناحية حد فيهم او ناحية معظمهم، ومفيش كونكشن قوي يعني. طيب يتعمل عليهم علامه كده، م? يتعمل عليهم علامه ايا كانت العلامه ايه. ماشي. والناس اللي مادين اللي مادين ايديهم دول مادين ايد مساعده، يعني مادين ايد اخذ ولا مادين ايد عطاء؟ الأقرب قوي في حد مادد ايده قوي بالعطاء، وفي حد بياخد اكتر، اللي هو بقى طلعنا فوق في لاين بعيد شوية. طيب الحد اللي مادد ايده بالعطاء ده نقدر نقول ان هو مصدر من مصادر الدعم؟ نسبيا ماشي، يعني للأسرة كده ممكن. تمام. وال واللي مادين ايديهم بالاخذ دول مصدر من مصادر المسؤولية ولا مصدر من مصادر الاستنزاف؟ مش استنزاف قوي، لأن طبيعة الشخص ده أنا بقى عارفة أتعامل مع طبيعته يعني على المستوى الشعوري أنا بحبه، وعارفة هو طبيعته طريقة تفكيره عاملة ازاي، فمش بوجع دماغي. يعني انا بحبك وعارفه ان انت المنتاليتي بتاعتك طفوليه شويه، بس تمام، مش مشكله لي دوشه يعني.
تمام. يعني يعني نات يعني نقدر نقول ان هي ناتشرال، يعني ناتشرال، يعني مش عامل. لا عامل مشكله وعامل. مش عامل ايه عشان النت بيفصل؟ مش عامل ايه؟ مش عامل ايه يا اسماء؟ لا انا ما سمعتش يعني اصلا. اوكي، انا اللي كنت قافله المايك، انا اللي قافله المايك وعماله. يعني هو لا عامل مشكله، يعني لا هو مضايقني ولا هو مش مضايقني، هو حاجه ناتشرال. معايا انا شخصيا مش مضايقني. انا بتعامل اه معاه كده زبادي كده عادي، ده مش بتعامل منه شخص كبير وناضج وبتاع، بتعامل منه انه ايه، طفل وانا بحبك و... وكده. بس ممكن يكون عامل مشكلة مع ناس حواليا، ان هما مثلا مستنيين ان هو يبقى مسؤول يبقى كده، اللي هو يا جماعة لا دي مش حتته. هو عاطفيا انا بحبه وبحب اشوفه الكلام ده، بس هو ما تستناش منه انه يشيل مسؤولية او يدعم او يتحمل او ان هو يساء. لا، ما نحطوش في الحتة دي عشان ما نزعلش يعني. بس تمام. كده هو مؤثر في ايه؟ مش عارف، بحب وجوده يعني. على راسي، ما اعترضتش يعني. ماشي. ساعات بيبقى ضاغط، ساعات انا فهمت قصدك. ساعات بيبقى ضاغط لما يطلب طلبات مش من حقه، ومش هينفع انفذها. فا لا بيبقى ضاغط. تمام، يعني هو كده مؤثر بضغط، يعني تأثيره تأثير ضغط. امم بس حطينا عليه علامة الراجل ده، ما كنتش عارفة هو مين، بس أنا حسيت كده إن هو الراجل ده فيه حاجة. حطينا عليه. أنا ما أعرفش راجل ولا ماشي، ست، بس أنا حسيت كده إن الراجل ده محتاج يتحط عليه. حطينا علامة. تمام. شكرا يا مريومة. آه ناخد مين؟ 8 عشان هي اللي فتحت كانسر. آه، انا في النص، على يميني وشمالي عيالي. جوجو ده فيا قوي، عمر ماسك في ليلي وفي فستاني وكده. بابا واقف بعيد شوية، ماما واقفة يعني بعيد بس مش أقرب من بابا، فاهمة قصدي؟ بس هما كل واحد فيهم في جنب. منى واقفة في ظهري، يعني سند كده في ظهري. آه، ما واقفة يعني في النطاق. دولت برضو صاحبتي في النطاق. حماية وحماتي واقفين بعيد على جنب كده. وبابا الولاد واقف أبعد منهم. آه، سارة صاحبتي واقفة يعني إلى حد ما بعيد برضو. آم، آه، أهلي من ناحية والدتي بعيد خالص في الطرف، وعماتي وأهل والدي من الناحية التانية في الطرف التاني. وواقف في ظهري بس مش ساندني قوي. سامية. وعندي إحساس إن سناء كذلك، ولو إن هي مش بتقدم دعم، لكن أنا حاسة إن هي يعني في ظهري برضو، بس مش في نفس قرب منى. يعني منى في ظهري سنداني على طول، إنما سناء وسامية بعديها بشوية. بس كده أنا خلصت. حد فيهم حاجة؟ أنا سامعاكي، أنا بس بقى أنت خلصتي كده. اه. أنا آخر حاجة سمعتها سنة وسنة. اه، ما هم سناء وسامية حاسة إن هم في ظهري، بس مش اللي هو الدعم اللي هو اللي لازق فيكي ده، اللي هو هم دعم بس دعم حاسة بعيد شوية. تمام. لو حبيتي، لو افترضنا إن الصورة بتاعتك عبارة عن دواير. دواير
اوكي. ايه هتبقى الدايرة القريبة وايه هتبقى الدايرة البعيدة، يعني لو قسمتيهم كده نصين بالعرض بالطول بأي رسم هندسي، ايه الرسم اللي هيبقى ناحيتك وايه الرسم اللي هيبقى بعيد؟ مين اللي هيبقوا في الدايرة اللي ناحيتك ومين اللي هيبقوا في الدايرة البعيدة؟ ناخد بالنا ان التأثير ال... مش بالضرورة يكون تأثير ايجابي في المطلق، ممكن يبقى تأثير ايجابي وتأثير سلبي عادي. هما تقريبا 3 دوائر. اوكي الدايرة الأساسية اللي أنا فيها أنا وولادي ومنى. دي ماشي. الدايرة الأساسية. يجي ماشي. بعديها آه، مها وماما وبابا ودولت وسناء وسامي. يجي ماشي. بعديها وحماية وحماتي بالمناسبة. يجي بعديها آخر دايرة خالص والد الأولاد وعماتي وخلاني وسارة يعني دول في الآخر. تمام. ماشي. شيلنا بقى الدايرة الثالثة دي خالص من الصورة، اوكي. اكسسيها يعني. اوكي. انا حاسة ان هم داخلين كده، يعني عارفة اللي هو ضيوف شرف، لا عارفة هم والله جايين يعني يعملوا معانا ايه. بابا الولاد وسارة مش داخلين. ماشي، يعني شيل ضيوف الشرف من الصورة. وبابا الولاد وسارة مش داخلين ضيوف شرف، لكن حاسة ان سارة الفترة الأخيرة بقت عبء عليا، او مش عبء يعني. عايزة تحملني آم، آم، يعني سلوكيات وتصرفات هي في حاجة ليها، بس دي خارج دايرة نطاقي أنا. مش مش مطلوبة مني أنا، هي مطلوبة من الناس اللي حواليها. مش مطلوبة مني يعني، أنا مش الدايرة الأساسية اللي المفروض تقدم الدعم والاهتمام والحاجات دي. فأنا قررت إن أنا اوريدي هخليكي خطوة 2 3 4 لورا. بدل ما كنتي الخطوات يعني بدل ما كنتي قريبة جدا كنت الكلام معاكي على طول، لا أنا هخف نفسي عشان أنا ما أقدرش أديكي حاجة مش إن هي مش مش أساسية يعني مش فرض عليا أو مش جزء من حياتي. بابا الولاد هو بعيد. ده اللي مخلي مفيش تعامل كتير، انما لو اعتقد لو كان اقرب كان هيبقى الدايرة الأقرب، يعني هيبقى في الدايرة الأقرب في التعامل. لكن عشان هو مسافر ومش موجود ومفيش أي تعاملات مستمرة بينا، فده مخلي إن الواحد مش حاسس إن هو عامل ضغط أو عامل سند أو كده. تمام. ماشي. شكرا يا سماح. اوكي. معانا اتصال هاتفي من الأخت شيماء، ونقول ألو. النت ما كانش عايزني اتكلم، راح قاطع اول ما قلت الو. الدوائر انا سامعيني ولا لا الاول؟ عشان أنا حاسه ان الصور واقفه. سامعاكي حبيبتي، معين. بس هو لما قطع آه، عندك قطع عندي برضو. هو ما انا واضح حاسه ان ان دي الصور مشكلة واقفه عامة. عشان. طيب انا في الرسمه في دوائر كتير جدا، بس انا في الرسمه احنا سامعينك يا حطيت بت. حطيت الدوائر القريبه، يعني القريبه اللي انا بتفاعل معاها يعني. آه، فالاول دايره ولادي، تاني دايره بابا وماما وحد من صحباتي. ثانية واحدة معلش، ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة. انت ايه علاقتك بالدوائر انت؟ احنا مش قلنا ارسمي صورة قاعدين جنب بعض؟ رسمت فوق وتحت. اه ماشي، قولي لي بصي الصورة. انا في الميدل، اوكي. وولادي على الجنبين، مقسماهم كده ماشي. على شمالي، والصغيرين على يميني، بترتيب الاحتياج دلوقتي في المرحله دي يعني. فالمهم فوق ماما وبابا جنب بعض،
بس ماما هي اللي تابع، يعني بابا هو القائد شوية وهي اللي تابع. المسافة بينهم مش بعيدة. في نفس النطاق ده تحت صديقة على يميني أخويا ومراته وولاده. أخويا ومراته بعيد شويتين، يعني حبة حلوين خطوتين كده ولا حاجة. وفي حد تاني شخص قريب برضو في نفس المكان. على الشمال بعد الولاد بشوية كام خطوة كده في جسد كده، بس جسد بس، لكن لا طاقيا ولا فكريا. بس هو برضو وقف. سامعين؟ بس هي دي الرسمة الفظيعة يعني. مفيش تاني. حلو. الرسمة الفظيعة دي، لو 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 هنشيل حد منها، هتشيلي غالبا هيبقى يعني موقعه ايه؟ مين الحد اللي هيتشال في مش حاسة ان انا عايزة اشيل حد، انا عايزة استبعده مش اشيله. مش ما هو مستبعد يعني، هو الحمد لله الصورة تمام. ما انا بقول لك مين اللي هتستبعديه من الصورة. ما انا استبعدت خلاص. ماشي. الصورة بعد الاستبعاد كده تمام. وانت فاهمة قصدي؟ فاهمة انا بوصل لك ايه؟ ما تشالش من الصورة. سامعاني؟ الصورة بعد الاستبعاد كده تمام يا شوشو. تمام. مش حاسة الصورة باختلاف. بعد ما استبعدتيها كده مش تمام. مش حاسة باختلاف، حاسة ان هو في نفس المكان، يعني هو بوسك ونحطك على جنب. تمام. مش طيب حاسة. تمام. ماشي، شكرا يا شوشو. عايزين الأخت منى. بصي، بابا وماما واهل بابا واهل ماما ومريان فوق خالص بعيد. و تمني وطنط سناء وابله ساميه دول في النص، واسماء وياسمين وايمان وساره تحتيهم بشويه، وانا وليلي بقى وموسى وعمر وجودي. دول تبعي بقى، دول اللي ما ايه لازقين فيا. آه يعني ابله ساميه بحس معاها ساعات باستنزاف وساعات بدعم. آه تمني دعم. طنط سناء واقفه على الحياد، هي ما بتدعمش قوي وفي نفس الوقت ما فيش استنزاف، بس عارفه انت واقفه على الحياد وقت ما بحتاج طبطبه اللي هو بتطبطب. آه اسماء وياسمين وايمان وساره دعم الحمد لله. بابا بقى ومها ومريان واهل بابا وماما والكلام ده يعني دول ربنا يعينهم على نفسهم. كتاكيتي الحلوين اللي لازقين فيا دول ولادي، الاستنزاف ماشي، دعم ماشي. انا مش هسيبهم. بصي، انا استغنى عن بابا وماما وعن اهل ابويا وامي وعن مريان. دول مش مشكله، حطيهم في لسته بعيد. كده كده بابا وماما وجودهم ضروري في حياتي لان اهلي مش هيقعوا في حياتي. فيعني كده كده لازم هيبقوا في الصوره، ما واخدين ركن على جنب بس موجودين. بس بقى مريان اهل ماما اهل بابا دول بس مش لازم. حلو. اللي مش تمني لازم طالعين من الصورة، اللي مش لازم طالعين من الصورة، يعني على مريان قد ما وأهل ساعات بابا بحس وأهل في ماما في أرميهم استنزاف بره شويه، الصورة. على قد ما هي لا، انا ما استغناش عنها.
اه مني انا ما استغناش عنها، حتى لو في سنة استنزاف فوائد، بس معظم الوقت بيبقى دعم، فانا مش هقول غير انه دعم. طنط سناء وابله ساميه، حتى ابله ساميه لو في شويه استنزاف ف هعده لها واطنشه، علشان هي كانت السبب في معرفه ان يلا جلسات، يلا محاضرات، يلا كورسات، الحاجات دي انا يعني لولاها انا ما كنتش هعمل. ف إن كافه الدعم هي اللي راجحه، حتى لو في شويه استنزاف وبيضايقني طريقه الرصيد، رصيد كبير. بس كده يا باشا. ماشي. انا مريان وعيلة كنت ابوكي وعيلة امك، احذفيهم بره الصورة خالص. حاساهم ورميهم من زمان. تمام. بس تمام. طيب، شطاطير شطاطير. حد عايز شوفي، يشارك احساسه بأي حاجة؟ مها اه، قبل مها ما ندخل. بالنسبه لي مش زي تمني، يعني معقول بتقولي ايه؟ بقول حد عايز يشارك احساسه بأي حاجة قبل ما ننقل على التمرين اللي بعده. لا يا بنتي تسلمي. مم. الآخرين، حد عايز معلش، يشارك هو انا بس بإحساسه؟ حابه اوضح حاجه، اتفضل. ان طنط سناء وابله ساميه وتمني هم محطوطين في النص، تحس اللي هو هم اللي وازنين الكفه، هم يعني رمانة الميزان بالظبط. لو حد فيهم اتشال الميزان هيختل توازنه، وخصوصا ان في مفروض كتلتين كبار اللي هم بابا وماما، دول محطوطين على جنب كده بركه، فاللي هو بدل ما هيبقى استنزاف من ناحيتهم ولخبطه من ناحيتي بالنسبه للعيال، لان انا مش عارفه ابقى الخاله اللي هي الجامده، واللي هو وقت ما يحتاجوا ببقى على طول الخاله الطريه. فعارفه انت اللي هو دول حاطين كده عشان ايه؟ لا اتعيد لي بقى اظبطي. فالحمد لله يعني، ربنا كرمني أنا بالكم. على فكرة أنا على فكرة بالنسبة لأولاد إخواتي، الخالة الهايفة رزق يعني، أو العمة الهايفة رزق. ربنا يخليهم لينا يا رب. يعني أنا بالنسبة لأولاد إخواتي العمة، مش اللي هو بقى الشخصية اللي بتبقى اللي هو واعمل ما فيش الكلام ده. أنا العمة بتاعت اللعب، مين رايح فين يبقى عمته تيجي معانا، لان انا ما بخلي يلا نلعب يلا نجري. انا ركبي، والله العظيم انا جايه لكم النهارده وركبي ما قادره ابنيها ولا افردها من علقه امبارح والله. فيعني انا العمه اللي هي الفرفوشه. فلا عادي مفيش مشكله، ممكن يكونوا هم نفس الناس انت لو كنت لاحظتي يا اسماء انا بقول لك ايه، مها بعيده مع ماما وبابا، مم. انما تمني مع العيال كلهم. يعني هو تمني الصوت ممكن قطع تقول عندي تمني انا هي بس، اللي فقطع بتصلح الريكورد. ما يفسده الزمن. مها والله ما قطع احط عندي ناحيتها انا اي كمان واحد يا اسماء، في الحته دي. قطع عندي تمام انا كمان. تمام تمام. حد عايز شكرا يا منونة، كلامش منك. حد عايز يشارك بأي حاجة في التمرين اللي فات، ولا ندخل على التمرين اللي بعده؟ حد عنده أي إحساس في حاجة؟ حد عايز يشارك معانا في أي حاجة؟ حد عايز يقول أي حاجة؟ تمني، مرام، أسماء، شيماء، منى، كله تمام؟ قشطة جدا. التمرين ده، الورقة الحلوة اللي احنا، الورقة دي ماشي، ترسموا لي فيها دايرتين، أو تعملوا ورقة فيها دايرة وورقة فيها دايرة. ماشي؟ الدايرة الأولى بتكتبوا فيها دايرة التأثير
الدايرة التانية هتكتبوا فيها دايرة الاهتمام، وهشرح لكم الفرق بين دايرة الاهتمام ودايرة التأثير. بس تكتبوا لي دلوقتي بس دايرة الاهتمام. اهتمام ولا اكتمال؟ اهتمام. اهتمام. مهتمة. ماشي، شكرا. عفوا. اعملوا لي دايرة اهتمام يا ولاد، ودايرة ايه؟ دايرة تأثير. خلينا يلا يا حبيبي يلا. تعبتوا؟ لا لا، لسه فيها صح، اكمل. طيب، هو على أي حال هو التمرين ده بس وخلاص، بس يعني كملوا معايا التمرين ده، الله يبارك لكم، عشان ما بحبش الديلي. المرة الجاية نتكلم في نفس الحاجة دي من أول جديد، يعني خلونا نقفل الحتة دي. طيب هنعمل دايرتين، دايرة اسمها دايرة اهتمام ودايرة اسمها دايرة تأثير. ايه الفرق يا ولاد بين دايرة الاهتمام ودايرة التأثير؟ دايرة الاهتمام الأمور أو الأشياء اللي بتشغلك وممكن تبقى ليك تأثير عليها وممكن ما يبقاش، يعني عندك القدرة إنك تغيرها أو تأثر فيها أو تتعامل معاها، وممكن ما يبقاش عندك القدرة دي دايرة الاهتمام. دايرة التأثير الأمور اللي بتشغلك ولكنك تستطيع التأثير فيها. فاحنا هنا بنتكلم في دوائر التأثير اللي أنا بأثر فيها. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا في دوائر التأثير اللي بتأثر فيه، احنا بنأثر فيه. فاحنا عندنا دايرة التأثير هي الأمور اللي أنا بتشغلني ولكن أستطيع التأثير عليها، دي دايرة التأثير. دايرة الاهتمام الأمور اللي بتشغلني ولكن لا أستطيع التأثير عليها. زي إيه الأمور اللي بتشغلني وما أقدرش أستطيع التأثير عليها؟ زي مثلا المواصلات، الحالة المرورية، الحالة الجوية، الزلازل، البراكين، الأوبئة، الحروب، نشرة الأخبار، سلوك الآخرين، معتقدات الآخرين، آه، ظروف البلد، وهكذا. دي أمور قد تشغلنا جدا لكنها مش تحت سيطرتي. طب إيه الأمور اللي قد تكون تحت سيطرتي ودي دايرة التأثير؟ شغلي، فلوسي، صحتي، وقتي، مذاكرتي، مشاهداتي، دماغي، كل دي تحت دوائر التأثير. يلا حلوين زي الحلوين زي الشاطرين. نمسك دايرة التأثير، هنكتب الحاجات اللي أنا أستطيع التأثير عليها، بتشغلني وأستطيع التأثير عليها، أو أستطيع يعني التغيير أو أستطيع التأثير فيها. ونكتب في دايرة الاهتمام الأمور التي لا أستطيع التأثير عليها. اكتبوا بس كده بشكل عشوائي 3-4 حاجات هنا و3-4 حاجات هنا عشان أقول لكم هنعمل فيهم ايه. اكتبي يا مرام.
تمني انت فاتحه الكاميرا بس قلباها. اللي يخلص يشاركنا هو كاتب ايه، عشان دي مجرد امثله هنعمل، هنفهم فيها مع بعض. بس الوطني ده هلا اقول لك يا اسماء، يلا بينا. دائرة التأثير الكورسات اللي انا باخدها، شغلي وفلوسي، الاهتمام، افكار المحيطين، معتقداتهم وسلوكياتهم. قشطة، حلو، حبيت. ايه تاني؟ أنا في دايرة التأثير كتبت وقتي، فلوسي، وأفكاري وأولوياتي. حلو. في دايرة الاهتمام تصرفات أهلي ومعتقدات أهلي وسلوك أهلي. حلو. والنادي الأهلي قالش رخيص، قالش رخيص، بس هي حفلة هي قالش حاجة، هي قالش رخيصة. انا الحاجه اللي ليا تاثير عليها علاج ابني وسلوكيات ابني وبنتي، علاقتي باختي والبيئه الامنه اللي انا قاعده فيها ازودها او انقصها. بالنسبه لدايره الاهتمام عندي اسعار الكهرباء والميه لان انا بصراحه مفحوته. كروت الميه والكهرباء دي صعبه جدا بصراحه. المواصلات وتصرفات وسلوكيات حبايبي غير ولادي، يعني ولادي ليا القدرة على التحكم في سلوكياتهم بما اني انا المربية، انما اللي حواليا بقى حبايبي واهلي واخواتي وصحابي وكده لا، ليا ان انا اتحكم في سلوكياتي انا وانتبه بس لسلوكياتهم، ايه الدنيا فيها. شاطر. منى. دايرة التأثير إن أنا أقدر أساعد في بيت ليل، علب عمر وجودي. أختي بقى وطنط سناء وأم سامية يعني، وخالي وبنت خالي، عارفة اللي هو إن أنا أعمل كده مرة زيارة كده، أخد يومين في الشهر أزور فيها الكل كده، عشان إيه يعني صلة رحم ولوجه الله. ده أنا يعني أقدر أعمله، وبيأثر فيا وأقدر أظبطه. دايرة الاهتمام، فكرة بقى الجواز عشان خاطر الونس بقى والحاجات دي. الحر، مش هعرف اعمل فيه حاجه نفسي والله، بس احنا ندعي ربنا في ده. سلوك الناس واحترامهم كده، ولسانهم يبقى محترم نظيف كده، مش تبقي راكبه في تاكسي ولا اوبر وحاجات من دي، وتلاقي بيتخانق مع الطريق ومع السواقين الماشي. لا يا جماعه، مش محتاجين والله، والله ما محتاجين، احنا هنوصل، هو مكتوب لنا نوصل في الوقت الفلاني، متاخرين بقى بدري في ميعادنا يعني، مش محتاجين ان احنا حد كسر علينا نروح شاتمين. ما ليه يا جدعان؟ ليه؟ الادب والله يفضلوه عن العلم. قرب الناس ليا، اللي عايز يقرب او ما يقربش ده يعني اوكي، انت حر. طريقه ماما وبابا ومها في التعامل معانا وكده، دي انا نفسي انها تتغير، بس مش هقدر اعمل حاجه فيها. وخناقه بابا على الكهرباء بما انها على اول الشهر ان شاء الله. بس كده. الكهرباء غليت، يعني الخناقة هتبقى أكتر.
طيب حلو قوي. قولوا لي من وجهة نظرك، الناس الناجحة والناس السعيدة بتهتم بدايرة التأثير أكتر ولا بدايرة الاهتمام أكتر؟ دايرة كتير. التأثير. ممكن التأثير. تأثير تأثير. تأثير تأثير. ليه تأثير؟ ليه مش اهتمام؟ لأن دي الدايرة اللي تخصها، اللي هي تقدر تشكل فيها. هي مش بإيديها تغير حد، لكن في ذاتها، في شغلها، في الحاجات اللي تخصها، في أموالها يعني. انتوا قولوا لي سامعيني ولا؟ معلش. لا معلش تاني عشان بتقولوا ايه؟ انت كنت بتقولي الناس السعيدة دي بتهتم بإيه؟ قلنا بدايرة التأثير. لأن دايرة التأثير دي هي اوكي. القدرات اللي عندي، اللي أنا هقدر أتحكم فيها، اللي أنا هقدر أعملها، اللي أنا هقدر أشارك فيها، اللي أنا حابة أكون متواجدة بيها، اللي هي هتساعدني وهبقى أنا سبب في وجودها أصلا. لكن دايرة الاهتمام أنا مش هقدر اوكي. أغير في حد. فأنا لو اهتميت أصلا بالمحيط كأفكار أو معتقدات أو سلوكيات، بالعكس أنا هتراجع، مش هطلع لقدام. لان هم هيأثروا عليا، لان اكيد افكارهم غير افكاري، معتقداتهم غير معتقداتي، سلوكياتهم غير سلوكياتي. فمن من المنطلق ده هلاقي ان في اعتراض، فانا هقف عشان اعترض، مش همشي بقوه في طريقي. انا هبقى ماشي عليهم بقى، لا ما تعملوش كده، لا ما تروحوش هنا، لا ما تجوش من هنا، انتوا عملتوا ايه، انتوا بتفكروا ازاي. فدي تبقى عطله يعني، مش هتبقى دافع. طيب مين عنده كلام تاني؟ دي كده دايرة انا التأثير. اعتقد مين عنده كلام؟ انا انا اسف، بس يا عمر، اعتقد ان الاهتمام بدايرة الاهتمام هيستنفذ، خد يا حبيبي اللي انت عايزه، هيستنفذ طاقتي ووقتي ومجهودي واحيانا فلوسي في محاولة ان انا اصلح او اخلي حاجة مريحة انا مش في ايدي اني اخليها مريحة. اهتماماتي مثلا ان تبقى ريحة العمارة حلوة، آه، وتبقى على طول ممسوحة، هبقى انا شغلة تفكيري ووقتي ومجهودي وفلوسي ان انا ادي للبوابة كل شوية اطلعي امسحي العمارة ولمعيها وخلي ريحتها حلوة، في مقابل ان الناس شايفة ان عادي. خلاص لا، انا المفروض انا اتأقلم عشان ما بقاش انا متضايقة، آه، او اركز ان انا مثلا اعطر قدام باب بيتي انا او اعمل كده، فاقلل من احساسي او اهتمامي بالمكان كله او بالناس كلها عشان احافظ على وقتي ومجهودي ما يبقاش مستنزف. تمام. حد ليه رأي تاني؟ لا انا موافقه على الكلام ده. وانا بالنسبه لي الفكره في دايره التاثير ان انا هو اللي يعني بحط فيه effort او فلوس او مجهود او ايا كان، وده اللي هيحركني بعد كده. لكن دايره الاهتمام اوكي. طبعا موضوع واسع قوي. لو بنتكلم مثلا في الجو او المواصلات او حتى الحاجات دي يعني، في حاجات هي كده مش تحت كنترولك من الاخر يعني. فلو في حاجات هتقدر تعملها اه. من غير ما تضغط على نفسك، يعني مثلا انا مش هركب اتوبيس النهارده فهاخد اوبر، طيب ماشي، هتعرف ان ده والله المشوار ابو 10 جنيه هيبقى ب100 جنيه، فانت تبقى عارف ان انت تستقطع ده وتبقى متصالح مع الفكرة. ده طبعا يعني مثال يعني. تمام. لكن مش هتقدر تغير حاجة في حاجات، هتوصل ليك ليميت في الآخر. ليك ليميت في الآخر في حاجات مش هتعرف تغيرها، زي مثلا تصرفات أهلك أو معتقدات أهلك مثلا. فخلاص أنا هنشوف زي ما بيقولوا الأرضية المشتركة، وهنحب بعض في الحتة دي. مش عارفة انتوا سمعتوا آخر حتة ولا لأ، بس في الحتت اللي فيها اختلاف أو فيها
يعني عشان ما يبقاش في نزاعات هنحاول نحب بعض كده من بره، وما ندخلش بقى في الحتة الشائكة دي عشان ما نخسرش بعض. وبرضو مخليش برافو الحاجات جدا. اللي مش حلوة فيهم تأثر عليا أنا بقى. عشان كده احنا بنقول دايرة اهتمام دي مش هي ال on the spot يعني، لأن هو أصلا دي المشكلة، لما اللي بره ده بيأثر علينا احنا، معتقداتهم بأفكارهم، هو ده اللي منيل الدنيا. بس كده. تمام، انا موافقه على الكلام ده. بصوا يا جماعه، الناجحين والسعداء بيهتموا وبيحطوا كل اهتمامهم في دايره التأثير. ليه؟ لان هي دي الحاجه اللي تحت ايدينا، هي ده اللي في نطاق ايدينا. طب هل الكلام ده كلام علم النفس بس؟ لا، ده كلام ربنا، ولله المثل الأعلى لما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دايرة التكليف بتاعتك هي الدايرة اللي تحت إيدك، هي دي دايرة التكليف بتاعتك، الدايرة اللي أنت هتتسأل عليها، الدايرة اللي تحت إيدك. الدوائر اللي بره إيدك أنت أصلا مش هتتسأل عليها، مش هتتحاسب. فوسعك لغاية فين؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعك لغاية فين؟ اللي بره طاقتك، اللي بره إرادتك مش تحت دايرة تأثيرك. فلما ربنا كلفك باللي تحت إيدك، ده اللي أنت مكلف فيه. الأحاديث في ده كتيرة، قوله صلى الله عليه وسلم لا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ما تسحلش دماغك في تدارك، ما تسحلش دماغك في مين اتجوز مين ومين طلق مين ومين راح فين. ما تسحلش دماغك في راغب علامة ونقيب الموسيقيين ونقيب السينمائيين ونقيب البتنجانيين. ما تسحلش دماغك في ترندات مش بتاعتك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأمور تنكرونها. في حاجات هتحصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتوا هتنكروها. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيجرى ده؟ فقالوا يا رسول الله فماذا تأمرنا نعمل ساعتها؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. اعمل اللي عليك واطلب من ربنا اللي ليك، وشكرا بارك الله في مراتك. فكل الناجحين بقى يعني اللي واخدين بالمنهج الرباني والكفرة كل الناجحين بيشتغلوا على دايرة التأثير، الدايرة اللي تحت إيدك. إيه اللي تحت إيدي دلوقتي أعمله؟ إيه اللي في إيدي أعمله؟ إيه اللي بره دايرة تأثيري مش بتاعي ما اسحلش نفسي بيه. ماما بتدي لاخواتها وبتفضلهم علينا وبتحبهم وحاسه انه مش عارفه ايه هل انت هتعرفي تغيري امك؟ لا. هل امك في السن ده ينفع تتغير اصلا؟ لا. هل ده مأثر عليكي بشكل واضح؟ يعني هي مثلا خدت ميراثك اديتهم لهم؟ لا خلاص بقى، ما تعمل اللي هي عايزاه، بس اللي هي بتعمله ده غلط، احنا مالنا؟ هتتحاسب. احنا هنيجي بعد 70 سنة نقنعها ان اللي بتعمله ده غلط؟ امي شايفة ان البنات احسن من الرجال احسن من الصبيان. ليه؟ الرجال احسن من البنات. وزي هنعرف نغيرها؟ لا خلاص بقى، نعمل لها ايه؟ بتخليها مقتنعة. هيجي احنا عايشين في مجتمع ذكوري متعفن شايف ان المرأة احنا عايزين نعمل ايه اللي تحت ايدك تعمله دلوقتي؟
انك تكلم الخمسة ستة اللي تحت ايدك، انك تحاول تصلح في الخمسة ستة اللي تحت ايدك، انك تحاول توعي الخمسة ستة اللي معاك. اللي بعد كده ما يخصناش. دايرة التأثير هي الدايرة الأهم، يعني هي دي الدايرة اللي تحت ايدي. ايه اللي تحت ايدي اعمله؟ طيب، هل دايرة الاهتمام معناها ان انتوا سامعيني يا جماعة؟ عشان انا حاسة ان لا اه يا سامع. حبيبتي هي سامعين. صورتك الصورة واقفة بس لا لا، هي صورتك الصورة واقفة بس الصوت تمام. طيب ايه، اطلع واجي ولا كده الصورة رجعت ولا ايه؟ هي الصورة بالنسبة واقفة لي بقالها الصوت شوية حلوين شغالة بس والنور تمام. تمام. لا كده اطلعوا تمام، بس هي اطلعوا وادخلوا الكونكشن تاني في يعني. ثانية الدنيا هتظبط، لأن أنا الصورة عندي شغالة. انا الدنيا طيب عندي شغالة، ما فيش اي مشاكل. طيب، هل دايرة الاهتمام دايرة مش مهمة؟ هل دايرة الاهتمام دايرة مش مهمة؟ لا، دايرة مهمة، بدليل إن أنا مهتم بيها، بدليل إن أنا شغلالي دماغي. ولكن كل ما زودت، يعني دلوقتي بقى نقدر نحط دايرة الاهتمام، دايرة التأثير دايرة كبيرة، ودايرة الاهتمام دايرة صغيرة. دايرة الاهتمام مهمة ولا إنها شغلالي دماغي، ولكن تعاملي مع دايرة الاهتمام مش هيكون بشكل مختلف. يعني درجة الحرارة بكرة 40، أنا لي علاقة بالتأثير في درجة الحرارة؟ لا، ولكن أقدر أكون رد فعل. ألبس ملابس قطن، أخد شاور وأنا نازلة، أحط مش عارفة تلج في قفايا، أعمل أي حاجة تديني إحساس إن درجة الحرارة أكتر. فأنا هكون رد فعل. المواصلات زي الزفت، اعمل ايه؟ هل انا هعرف اظبط المواصلات في مصر؟ لا، بس ممكن انزل بدري شويه، اعمل سندوتشاتي واخدها في ايدي، اخد كوبايه واكمل مشواري في المواصلات، اركب اوبر واعمل زي ما مرام بتقول، واعوض ده في حاجه تانية. يعني هشتري مش عارفه، هركب اوبر بس هاكل فول وطعميه بقى، مش لازم اروح اضرب الكابتشينو مع لان هي حاجه بقى قصاد حاجه. يعني هضرب اوبر يبقى مش لازم سنكحه في الكافيهات، نضرب اي كوبايه قهوه ب 20 جنيه على الرصيف وخلاص. فالحاجات اللي بدايرة اهتمامي انا هبقى بالنسبه لها رد فعل. معايا زميلتي في الشغل حربوقه وبتأسفن وبتعمل ومش عارفه ايه، انا مش هعرف اغيرها، لكن اعرف اتعلم ازاي يا اما اتجنبها يا اما اخد حذري منها يا اما. لكن مش هفضل بقى عايشه طول حياتي هي محور اهتمامي. طب أنا عندي سؤال يا أسماء. وليدي مطلعين عيني وبينيموني الساعة 19 بالليل. أنا مش هعرف أغير ده لأن هم أطفال، ولكن أعرف أروق على نفسي في حاجات تانية. أمال أنا رايحة بحضر ورشة الروقان ليه؟ آخد شوية طاقة من هنا، على حبة مش عارفة هلس من هنا، على حبة كوباية قهوة من هنا، أروح أسحلهم في حاجة من هنا. في حاجات أنا أعرف أتعامل فيها كرد فعل، مش كمؤثر، مش كبغير. خلوني اصارحكم بحاجه، انا من الناس اللي عشان كده ما بشتغلش في مؤسسات. يعني انا جربت كتير اشتغل في مؤسسات بس للاسف ما بكملش معاهم، لان انا ببقى رايحه بطريقه اللي هو انا. هم بيبقى ليهم منهج وليهم اجنده وليهم مش عارفه ايه وليهم توجهات.
لما بحاول افرض اجندتي، وده باي ذا واي غلط يعني، بس انا كنت بعمله. لما بحاول افرض اجندتي الدنيا بتخرب. فانا احسن لي اشتغل بدماغي. يا اما يعني يا اما لو هشتغل لوحدي او هشتغل بدماغي يبقى اشتغل لوحدي. لو هشتغل تحت مظلة حد يبقى اشتغل كرد فعل، اشتغل باجندتهم. لو هو احنا متناسبين في القيم. معلش قولي تاني يا اسماء من الاول. انا مش بشتغل في مؤسسات عشان والصوت راح لان الشبكة اتفصلت. تمام. انا اكتر من مره جربت اني اشتغل في مؤسسات وما بعمرش. ليه؟ لاني انا بيبقى ليا توجهاتي، ليا دماغي، ليا اجندتي. فلما بروح اشتغل تحت ايد حد او تحت اجندة حد ببقى عايزه انا افرض اجندتي، وده غلط. ده مش صح. أنا المفروض رايحه مؤسسه امشي باجندتهم، او نلتقي في نقطه مشتركه، مش افرض طريقتي. منها على سبيل المثال، انتوا عارفين ان انا شخصيه يعني الخصوصيه عندي عاليه جدا. فكان مثلا اروح اشتغل مثلا واعمل دوائر دعم والاقي الكاميرا مفتوحه. طب لو سمحتوا الكاميرا تتقفل. ما هو اصل احنا لازم نراقب الناس، نراقب شغلك مع الناس. طب ما ده ما ينفعش لان احنا بنشتغل نفس. هو الصوت راح اسماء عندكم ولا انا لوحدي؟ اه لا لا، راح جميعا. عندي كمان. الصوت راح. اسماء ادخلي تاني او مش عارفة. ده حشيش يا سعاد ده ولا ايه؟ سيجار ممبار. واضح ان هو حشيش، انت بتتكلمي والصوت مقفول، واضح جدا الديلر بتاعك وحش جدا. سيجار ممبار. مقفول يا روحي. المجرم بتاعي اهو. شفتي سايبني امتى؟ انا مش سامعاكي، انتي قافله الصوت. ال ال المجرم هو سابني نفس النوع اللي لما انت مسك الموبايل. بتشربيه؟ اه تقريبا. سابني لما مسك الموبايل. اه طبعا الله لازم. يهديه. بقول لك ايه، مالكيش دعوة نعم. بالواد، خليه في حاله، بطلي في اه حاجة. اه لا اله الا اه الله. ليه؟ في ايه يا منى؟ في ايه يا منى؟ اه انا هسيبه. لا بصي، انا هي تيجي انا على اي هسيبه حد انا ما عنديش وهجر مشكله، انما الشقه تيجي على الواد كلها. الغلبان ده لا. لا اكسكيوز موا. روحي. هي اسماء نسيت ان هي معانا ولا ايه؟ هي مش بعت عارفه. لها على الجروب انها مش موجودة. هو على فكره اه نت، لان النت قطع عندنا كلنا اكتر من مره. النت ايوه هو نيلة. تقريبا في مشكله فبيفصل عندنا كل يعني حاجه من هو النت مش الطف حاجه يعني. او هو السنترال الله يصلح حالنا. هو السنترال. السنترال مش خلاص خلص؟ ما هقول لك دليل ان السنترال ان احنا كلنا في اماكن متفرقه ومع ذلك ونفس النت لما بيفصل معانا كلنا وقت واحد. اكننا قاعدين على فهو راوتر واحد. بالظبط بالظبط بالظبط. شد الفيشه من عندك. المشكله مش عندنا بقى، المشكله في السنترال. مين اللي قاعد على الراوتر يا ولاد؟ قوموا، انا من ساعتها قاعده اقول لهم مين اللي جنب الراوتر يا هو مفيش حد، مين اللي فاتح يا هو مفيش حد. بص، سلم عليهم يا عمر، اعمل لهم باي باي، اعمل لهم باي باي. الله. شفتي بصلك بجنب عينه ازاي؟ الحمد لله ان احنا طلناها. اسمها جت افتكر كده. نورتينا يا بيبي.
هو واضح ان في مشكله في شبكه فودافون، لان الراوتر عندي فودافون والباقه فودافون برضه، فدخلت من الاتصالات. بصي يا اسماء، هو فودافون واتصالات كلهم قطعوا مع بعض. يعني انا عندي وي وانتي عندك فودافون وبيقطع كلنا مع بعض، فهي شيء يعني هي حاجه هنا وي عامه في عادي، النت. اه. فهي طيب حاجه تمام. عامه في النت. تمام، خليني اقول لكم قبل ما انا كان عندي بوينت فدي. بس على، معلش، على اللي انت قلتيه. احنا دلوقتي كل اللي انت قلتيه انا اقدر اتكيف معاه، يعني لو مواصلات، لو اشخاص في شغل، لو حاجه. لكن لو حد انا مضطره اتعامل معاه بشكل يومي ووقت طويل في اليوم، بس مؤثر، مش مؤثر بدايره التاثير، لا، هو في دايره الاهتمام، بس هو تاثير قوي جدا. ممكن ما يكونش معنويا، نفسيا التاثير بنسبه 75 80%، ودي حاجه معرقله اساسا. فالفكرة هنا ان لما بيكون التأثير بالقوة دي، ازاي انا اقدر انسلخ بقى واحدة في واحدة مع نفسي ان انا اقدر ابعد عن الدوائر دي. لا، محتاجه افهم. يعني خليني اقول لك مثلا لو انا متجوزه حد مثلا مضايقني من كده، ومش هعرف اتطلق دلوقتي لان انا مؤثر لسبب فيا او لاخر، ماديا. يعني مؤثر مثلا فيا ماديا، انا لو اتطلقت هقعد في الشارع. فانا مش هعرف اتطلق منه دلوقتي. فانا انا لو ممكن اقول تجربة شخصية في الموضوع ده بقى. لا، انا بس عايزه اقول مثال، والله مش قصدي، يعني مش بتكلم، انا ما اعرفش هي اوكي. بتتكلم عن مين، انا بديلها مثال. في حد يكون مؤثر فيا بشكل او باخر، انا مش عارفه اعمل فيه ايه. فهو مثلا الشخص ده مثلا انا متجوزه وهو مؤثر فيا، انا مش عارفه اتصرف. طيب، ما قداميش غير ان افضل اتعامل، بس على الجانب الاخر انا ببني حاجه تانية صغيره جنبها كده، يا اما بحوش، يا اما بقى بشوف لي شغلانه، يا اما بعمل مش عارف ايه. طبعا هي المشكله ان انا مش عارفه انفصل عشان انا الماديات، يعني انا مش عارفه انفصل عشان الماديات. فانا هبني حاجه جنبي كده صغيره لغايه ما توصل لحاجه تسند عليها. ساعتها هبقى انا عندي اختيار اكمل بقى ولا ما اكملش. ساعتها انا مش هبقى قاعده مم. مجبره، انا هيبقى بمزاجي امشي. اقدر اقول لك ان احنا اي علاقة نشوف القصور اللي مخليني اقدر استمر فيها فين، وابدا ادعمه لنفسي بطريقة او باخرى، وبعدين ابدا احول نفسي من مش تحت تأثير حد. بالظبط، انا ده كان مع ماما. يعني انا في لفتره اسماء المايك مقفول، انتي بتقولي كلام مهم دلوقتي. انا اللي اتخضيت. اسماء تقفل المايك ليه؟ انتوا سامعيني يا شباب؟ لا يا اسماء، ما كناش سامعيني. دلوقتي سامعيني؟ دلوقتي اه، سامعين، اه. تمام. سامعين. في بينا ما صنع الحداد انا وماما، لكن آه وكنت عايشه معاها باحساس اني انا مجبره، واني انا واني انا واني انا واني انا. ورحت الدكاتره لما دخلت المجال النفسي كان في الدكاتره اللي بتعامل معاهم يقولوا لي سيبيها، سيبيها وامشي. بس انا ما كنتش بقدر اعمل ده، ما كنتش بشوف ان ما ينفعش اعمل ده. لغاية ما في لحظة ما كده بقيت أنا مختارة إن أنا اخترت إن فعلاقتنا اتغيرت تماما. أنا كان عندي فرصة إن أنا أمشي، بس أنا ما مشيتش، أنا اخترت. فالعلاقة نفسها اتغيرت تماما، لأن اتغيرت من حد مضطر لحد مختار. فتعاملنا، اللي أنا أقصده إن تعاملنا مع الدوائر اللي مش تحت إيدينا بيبقى فيه كرد فعل إلى أنك تصبح تبقى فعل. وده هينقلنا لنقطة تانية هكلمكم فيها المرة الجاية، بس خدوها
في دماغكم كده، احنا مختارين في كل حاجة بنعملها. احنا دايما عندنا الاختيار، يا اما مختارين في الفعل يا اما مختارين في طريقة رد الفعل. يا اما مختار ان انت اللي بتاخد الاكشن لو انت مؤثر، او لو انت مش مؤثر فانت بتختار طريقة رد الفعل. حد ربنا ابتلاه بمرض، هو عنده، ما عندوش اختيار انه يختار المرض، مش هننقي المرض، لكن عنده اختيار في طريقة تعامله مع المرض. هيقعد يدبدب في الارض وليه يا رب ليه مش معنى وليه ولا يحاول يعيش حياته، يحاول يظبط اكله، يحاول يبقى احسن، يحاول يتعالج. فاحنا طريقة رد الفعل احنا مختارين فيها. فاحنا دائما وابدا مختارين، يا اما مختارين في الفعل يا اما مختارين في رد الفعل. والان عشان انا افقتكم معايا جدا، دوائر التأثير اللي علينا موقعها فين؟ في دوائر التأثير ولا في دوائر الاهتمام؟ أظن كده لما فهمنا دائرة التأثير ودائرة الاهتمام، رؤيتنا للمؤثرين علينا هتختلف. فدول بعد ما فهمنا إن في حاجة أنا بأثر فيها وفي حاجة بتأثر فيا وفي حاجة أنا بكون رد فعل وفي حاجة، موقع بقى الدوائر التأثير دي فين؟ من الإعراب، هتبقى من الحاجات اللي أنا بأثر فيها وباخد كده فيها في أكشن. الاهتمام. نعم؟ كده اللي بيأثر علينا في دايرة الاهتمام. لا مش شرط، ممكن يبقى بداية التأثير عادي، ممكن يبقى ليا رد فعل، ممكن لو فكرنا شوية يبقى أنا فعل، زي المثال بتاع ماما اللي أنا قلته من شوية. ما هي ماما في دايرة التأثير، بس دلوقتي أنا في دايرة التأثير برضه، أنا مؤثرة في العلاقة دي، مش رد فعل بس يعني. وصلت يا مرام؟ وصلت يا فندم. وصلت تمام. يعني دوائر التأثير علينا مش بالضرورة أكون أنا بس رد فعل، أنا مش عايشة في الحياة رد فعل، يعني مش الناس عمالين يأثروا فيا وأنا رافعة إيدي، لا، أنا مؤثرة، بس معلش بما قولي تاني يا إني أسماء عشان بعيد. الخط كان فصل عندي. عفوا. قولي تاني عشان الخط كان فصل عندي. أنا شايفة تمام. إن أنا هبقى يعني دوائر التأثير اللي بتأثر عليا أنا، شايفة إن هي هتأثر هنا وهتأثر هنا يعني ممكن أنا أبقى أكون حلو. رد فعل بس وده اللي متاح بالنسبة لي، وفي حاجات هيكون لأ أنا أقدر أثر فيها بس هم برضو بيأثروا فيا، زي فشايفة إن هي الفل، الاتنين. هو ده بالظبط. محتاجين نعيد تاني صياغة دوائر التأثير اللي عليا. هل أنا حتى الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم ان هم اثروا فيا وانا صغير بشكل لا واعي، دلوقتي انا بقيت واعي، فما ينفعش تبقى بداية اهتمام، كده هتبقى بداية تأثير. انا هاخد انا هتعامل مع الحاجات دي ازاي؟ انا اللي هغير، انا دلوقتي بغير. انا خدت صفة من صفة العصبية ولا صفة البخل ولا صفة العبط ولا صفة الكرم اللي بزيادة، خدت اي حاجة اتربيت عليها وانا دلوقتي شايف ان لا دي مش مناسبة. هل انا هتعامل معاها كرد فعل؟ لا، كبرنا بقى خلاص، دلوقتي لازم تبقى بداية التأثير بتاعتي اغيرها. انا كبرت، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الاساس الثالث في الروحانيات اللي انا قلت لكم عليها. بقى امي قالت وابويا قال وامي عملت وكبرنا خلاص. انت دلوقتي تقدر تغير ولا لا؟ قادر تغير بقت دايرة التأثير، مش قادر تغير هتعامل كرد فعل. ايه الحاجات اللي حصلت لي هحطها في التأثير، وايه الحاجات اللي حصلت لي هحطها في الاهتمام، او ايه الحاجات اللي هعملها. سيبكم التأثير والاهتمام،
خلوها التأثير ورد الفعل، شيلوا كلمة اهتمام دي خالص عشان هتلخبطوا، أو خلوها في كلمة الفعل ورد الفعل، سموها أي اسم يخليكم تعرفوا تشتغلوا. سموها إيمان على اسم ستها مش هتفرق. انتوا معايا ولا مع الأسف؟ لا معاك يا سمس. معاك يا بطاطا. دوائر التأثير اللي فاتت ودوائر التأثير الحالية، وتشوفوا ايه الحاجات اللي احنا فيها في التأثير وايه الحاجات اللي احنا فيها في رد فعل. ده بشكل يومي، يعني بشكل يومي اشوف ايه معلش الحاجات اللي معلش انا يا هجاوبك أحمد، انك معلش تخلص كلام ثانية واحدة. لحظة. هشوف ابدأي من ايه الأول الحاجات. عشان أنا الأول فاتني، ابدأي من الأول عشان الأول فاتني. طيب الاسبوع ده يوميا كده على الله هراقب اليوم، اشوف ايه الحاجات اللي انا مؤثر فيها، ايه الحاجات اللي انا صاحب فعل فيها، وايه الحاجات اللي انا مش في ايدي فهبقى فيها رد فعل. ده في الحاجات اليومية. وهرجع للحاجات دوائر التأثير اللي احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت وهسكنهم. ايه الحاجات اللي بقت في دايرة التأثير بتاعتي، اللي هو انا اعرف اغير، وانا اعرف وانا كبرت خلاص واقدر اغير اللي حصل ده، دي مش عارفة. قولي بالراحة يا أسماء عشان تقولي بسرعة قوي. أرجع للمحاضرة اللي فاتت وأشوف إيه. مش المحاضرة اللي فاتت، هو الواجب اللي فات بتاع دايرة التأثير اللي احنا ابتدينا بيه كلامنا النهاردة. دوائر التأثير عليا، الحاجات اللي أثرت فيا. معايا تمني؟ حبيبتي الواجب اللي أنا ما عملتوش يعني. اه الواجب اللي انت ما عملتوش ده اعمليه بقى وأنا بالمرة. مسافرة، وأنا مسافرة وما عنديش وقت، فأنا بسم الله ما شاء الله بصي يا عنب. الحمد لله هحاول، يعني هحاول ألاقي اعمليه لها بقى، حل. اعمليه بقى بالمرة وحطيه في دوائر التأثير اوكي. ودوائر، بدوائر الفعل ولا بدوائر رد الفعل. آه هذا وبالله التوفيق. أنا الحمد لله خلصت اللي عندي. عايز تسألني بقى في حاجة اسمها أسماء انتي بتقولي وبعد كده أشوف ايه اللي حصل وأحطه في دوائر التأثير أو دوائر رد الفعل، صح؟ ده في اللي فات، ده بالنسبة للي فات. معلش يا أسماء، بص نعم. عشان أنا اللي كتبته أراقب اليوم وأشوف ايه الحاجات اللي أنا مقصرة فيها وايه اللي مش بأثر فيه، ماشي؟ حلو. وبعد كده أشوف دوائر التأثير، فالباقي ايه؟ اللي فات الحاجات اللي أثرت فيا، يعني اشتغلوا على مستوى الماضي ومستوى الحاضر. معلش يا سمس، الحاجات اللي أقول أثرت فيا ولا الحاجات اللي في دايرة التأثير بتاعتي؟ أصل حاجات أثرت فيا أنا مش فاهمة الاتنين واحد، يعني دايرة التأثير اللي هي سواء في الماضي أو في الحاضر. هو مين اللي بيسأل؟ شيماء؟ اه طيب بصي يا شوشو، مش انت حبيبة قلبي عملنا في اول المحاضرة دوائر التأثير اللي فاتت اللي الناس عملوها فينا زمان، بابا وماما وخالته وعمته والدنيا والليلة والحاجات دي؟ تمام. دي ناس أثرت فينا صح؟ مهم. واحنا كنا معاك. غلابة وصغيرين ومش فاهمين وحصل لنا وجرالنا وعملنا وحطوا السيخ المحمي في صرصور ودننا والحاجات اللطيفة دي، تمام؟ مم. حلو. احنا دلوقتي كبرنا وعقلنا الحمد لله وبقينا موظفين بمرتبات شهرية. مم. الناس الحلوة دي هل تأثيرهم علينا احنا بنتعامل على بتأثيرهم ده قصاد تأثيرهم ده بإننا رد فعل وبنشتغل كرد فعل، يعني بنتعامل معاهم معاملة أحوال الطقس والزلازل والبراكين،
ولا بنتعامل معاهم معاملة إني أنا ليا دور وليا تأثير وليا رأي، وأقدر أقول آه وأقدر أقول لأ؟ دي أول حاجة. الحاجة التانية، الحاجات اللي هم أثروا فينا دي وإحنا اكتشفناها ولقينا إن في تأثير، بابا ده أنا خدت من بابا العصبية، وخدت من ماما البخل، وخدت من خالي عدم الأمان، وخدت الحاجات دي كلها. هل أنا هفضل عايش بيها طول حياتي؟ خلاص كده بقت وصمة عار، بقت وحمة في وشي؟ ولا أنا بقيت شخص دلوقتي قادر على معالجة الآثار اللي حصلت لي دي، فهحطها في دايرة التأثير بتاعتي، مش التأثير عليا، دايرة التأثير بتاعتي اللي أنا بأثر فيها. فهمت فهمت. سموها دايرة التغيير. لو مضايقاكم دايرة التأثير وبتلخبطكم سموها دايرة التغيير، عشان كده قلت لكم سموها الاسم اللي يريحكم. لا تمام تمام وصل. ده اللي هو الحاجات بتاعة الماضي. طيب هنفضل احنا طول عمرنا عايشين في الماضي؟ مش سكتي والله ولا طريقي. احنا عايشين في الحاضر دلوقتي، وده الأهم بالنسبة لنا. احنا في حاجات يومية تحت ايدينا، لو لاحظناها هنلاقيها تحت ايدينا. منها المحاضرة اللي انت بتحضريها دلوقتي، هي وانت واخده قرارك جايه قاعده مركزه مظبطه، دي تحت دايره تاثيرك. تقدري تقولي اه، تقدري تقولي لا، انت جايه مختاره بمزاجك ومحدش جابك من شعرك تحضري. فدي دايره تاثير. طيب النت اللي قطع علينا واحنا بنتكلم، ده بره دايره تاثير. فاحنا بنتعامل دلوقتي في نقطه ثانيه، اخد مصلحه لحد من زملاتي يعمل لي هوت سبوت، احنا بره دايره التاثير. فانا كده بشتغل كرد فعل. ففي ممكن في ثانيتين، يعني في 5 دقايق يحصل أكثر من موقف، واحد فيهم أبقى فعل والتاني أبقى رد فعل. اصلا التمرين ده وبالإضافة لده، ثواني، بالإضافة لده، ده رد فعلي أنا. ممكن على الجانب الآخر رد فعلكم أنتوا يختلف. ممكن النت يقطع فواحدة فيكم تتذمر وتتخانق وبتاع وتقوم قافلة المحاضرة وتقوم ماشية، واحدة تانية تصبر وتستحمل وتشوف هنعمل ازاي، طب نبقى نسمعه في التسجيل، طب تبقى مش عارفة ايه. ممكن انا النت يقطع عندي او عندكم او بتاع، اقوم قافلة المحاضرة ولاغية واقوم ماشية. ممكن افضل مكملة وايد النور والنور يبقى، اظن في كتير مني ايام قطع النور كانوا بيحضروا معايا، كنا نيجي نقول بسم الله الرحمن الرحيم يوم النور قاطع، ونشتغل على لما رحنا مثلا الورشة اللي فاتت والتكييفات كانت فيها مشكلة. آه، كان ممكن كان ممكن على فكرة، وبيحصل كتير، يبقى بينا ناس زهقانة وتسيبنا وتمشي، ما بتحبش تكمل. وممكن ناس تبقى بتتصرف، تشيل الطرحة تقف تحت التكييف تتهوى تمسك، نقعد نهوي لبعض. كل حاجة هتلاقي نفسك فيها، يا عندك القدرة على الفعل، يا عندك القدرة على رد الفعل. وفي الحالتين انت عندك الاختيار، اختيار الفعل واختيار رد الفعل. عشان احنا كتير كتير بنتخيل ان احنا ماشيين في الحياة مغصوبين، بنتخيل ان احنا ماشيين في الحياة غصب عننا، ونعمل ايه يعني، ما انا مغصوب، ما انا مش في ايدي. ساعات كتير بنتخيل ان احنا ماشيين في الحياة دي مغصوبين. لا، هو احنا جيس وات، احنا طول الوقت مختارين. احنا طول الوقت مختارين، طول الوقت طول الوقت. يعني مفيش تصرف هنبقى فيه مختارين مغصوبين. والموقف اللي هنتغصب فيه مش هنتحاسب عليه اصلا. يعني حتى الموقف اللي هنتغصب فيه مش هنتحاسب عليه قدام ربنا، ولكن رد فعلنا تجاه الغصب برضه احنا مختارين فيه. يعني لو حد غصب عليكي ياخد منك، لا قدر الله تثبتي وحد خد منك المحفظة مثلا، ده غصب. بس انت هتبقي برضو رد الفعل بتاعك انت مختاره فيه. يا ترى بقى هبطل اخرج من البيت طول عمري، ولا يا ترى هعرف اتجاوب واقول معلش ده موقف حصل، ولا يا ترى هعمل مش عارفه ايه. برضو حتى ده هتبقي انت مختاره فيه في رد الفعل.
اظن مرجحتكم النهارده مرجحه. لا والله انا بالنسبه لي مش مرجحه خالص. انا بالنسبه لي يعني وقفت سفر في حته حلوه. بالصاروخ. لا لا والله، ليه؟ لا مش مرجحه خالص. بالنسبه لي انا نقطه حلوه جدا. انت سفرتيني بالصاروخ يا اسماء، عارفه انت اللي هو يا رب لان اكون فهمت واعرف احل. بص بصي حاسه ان بصي انا يا مخي وقف. بصي يا اسماء، انا كان دايما عندي يعني انا في اعتقادي ان انا فعلا مختاره، وكل حاجه انا في حياتي انا مختاراها. طب الايرور فين؟ فانا كان عندي مشكله ان الايرور فين. مين اللي جه يلعب في الاعدادات بتاعتي يا جدعان؟ مين اللي ماسك الريموت؟ ما هو الريموت في ايدي بس مش شغال معايا. ففعلا هي التمرين ده انا حاسه ان هو هيطلع حاجات لطيفه يعني. لا، ممكن يكون انفجار. انا اللي اخترت احط حجاره بايظه برضو، ما هو النسيبه برضو حتى لو حجاره. انا اللي اخترت. تقعوش في دايرة، خدوا بالكم عشان ما تقعوش في دايرة جلد الذات. مش معنى ان احنا مختارين ان احنا نفضل نجلد نفسنا. يعني قالوا كده ايه عشان ما مدش ايدي عليك. معنى ان احنا مختارين معناها ان الحمد لله اننا مختارين. معناها الحمد لله ان احنا نقدر نغير. ده معنى كلمة مختارين. طالما انا اقدر اختار، فده معناه ان انا اقدر اختار صح، اقدر اختار غلط، اقدر اعدل اختياري. اخترت صح اعدل غلط. عشان بس ايه تاتش الهطل ما يظهرش، ولا ايه موضوع ان احنا او النور قطع عند شيماء. ال- النور ان احنا عشان اخترت يبقى ازاي وده اختياري وانا حصل لي وانا جرالي. ما كنتش انا قاعده عماله اغني من محاضرتين في الفرق بين انا السبب وانا المسؤول. مش هعيده تاني انا. امم حد عايز يسأل حاجه تانية؟ حد يا عايز اسماء، مني حاجه؟ مين؟ يعني بصي عايزاكي انا منى، عايزاكي اه تدعي لي من قلبك بقى. بصي مع ميا جوات القلب ان انا اعرف احل الواجب ده، عشان عارفه انت يعني ربنا يستر. ان ربنا يستر. شاء الله. ان شاء الله الله يا رب يا رب. ربنا يعينك ويقويك يا رب ويسهلك حالك. اه عايزين مني حاجه؟ سلامتك يا يا بطتي. حبيبي. يعني شكرا يا كل جميل. مرة أقول هخلص ده. أنا المهم إن أنا داخلة النهاردة وبقول إن إحنا يا دوب على الساعة 7 نكون مخلصين. يلا مفيش نصيب احنا تخلص لازم بدري. نخلص مع الأذان يا قمر. والله. يلا إلى اللقاء يا أصدقاء. أوروبا. مع السلامة حبيبتي، مع مع السلامة. السلامة حبايبي، مع السلامة. تمام.